اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده جاي اتكلم على الترند اللي شغال بعوده رمضان صبحي مره اخرى للنادي الاهلي، وفشل رساله كابتن مدحت شلبي في تهدئه جماهير النادي الاهلي اللي هو فاكر ان هي سبب في انخفاض مستوى رمضان صبحي. طب هي جماهير النادي الاهلي كانت ورا رمضان صبحي لما فشل في انجلترا يا كابتن مدحت؟ طبعا الكلام ده مش صحيح. وقبل ما اكمل كلامي، اللي مش مشترك في القناه يتفضل يشترك ويفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو دوس لايك. كابتن مدحت، احب اقول لحضرتك ان النادي الاهلي لما عاد رمضان صبحي من انجلترا رجعه لمستواه مره اخرى، والدليل على كده ان النادي الاهلي هو اللي بيعمل اللعيبه، مش اللعيبه هي اللي بتعمل النادي الاهلي. وبعد ما فشل كابتن مدحت شلبي في رسالته، طلع كابتن سيف زاهر بمحاوله رجال الاعمال لعوده رمضان صبحي مره اخرى للنادي الاهلي، ومؤامره خبيثه لاحداث واقعه بين جماهير النادي الاهلي، بين مؤيد ومعارض، واحداث فتنه بين جماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره، وحدوث بلبله في هذا الموضوع للحفاظ على بيراميدز، الكيان اللي هم عايزين يعملوه كيان كبير. فانا احب اقول لكابتن سيف زاهر رساله صغيره كده: لو انت فاكر ان جمهور النادي الاهلي ممكن يصدق ان رمضان صبحي ممكن يرجع النادي الاهلي، كان عصام الحضري رجع، كان كابتن حسام ابراهيم رجعوا، كان ابراهيم سعيد رجع، كان جمال عبد الحميد رجع النادي الاهلي. زي ما بقول لحضرتك، النادي الاهلي لما لعيب بيقفل الباب في وش النادي الاهلي بايده، لما بيحب يرجع النادي الاهلي بيقفل الباب في وشه برجله. ويظهر بعد كده رضا عبد العال ويقول لك جماهير النادي الاهلي تؤيد عوده رمضان صبحي. انت ايه علاقتك يا كابتن رضا بجماهير النادي الاهلي وانت طول الوقت بتهاجم النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي؟ انت كل علاقتك بالكوره ان انت كنت لعيب، محدش يختلف عليك نهائيا. اما في التدريب فانت قلت على نفسك ان انت اكبر هجاص، والدليل على كده ان انت لما دربت كنت بتدرب مراكز الشباب، وده مش تقليل من قيمه مراكز الشباب اللي انا بحترمها جدا وبقدرها. ولما دربت برضو تاني دربت نادي هابط وبتهبط بيه لدرجه اللي اقل منه، والدليل على كده لما اتغلبت اخر ماتش من منتخب السويس، جماهير نادي طنطا هتفت باقالتك واشرت لهم اشارات بذيئه لا تليق بيك كاسم لاعب لعب كره قدم. ولما تيجي تتكلم على موسيماني، من فضلك اتكلم بادب، لان انت قدرك لا يرتقي انه يصل الى قدر موسيماني، الراجل اللي درب منتخب بلاده ودرب اكبر ناديين في افريقيا وهم صن داونز والنادي الاهلي. فما ينفعش ان انت تقيمه، ده تبقى الدنيا خلاص ماشيه بظهرها. ما ينفعش ان انت تقيمه، لان الموسيماني زي ما بقول لحضرتك مدرب ومدير فني عالي. لما تقدر تقول اصل هو ما تهزمش لغايه دلوقتي فما حدش عارف يحكم عليه، لا، انت مالكش دعوه، انت خليك في نفسك ومالكش دعوه بالنادي الاهلي ولا المدير الفني للنادي الاهلي ولا لعيب خرج من النادي الاهلي. احب اقول لك حاجه: لا انت ولا اللي وراك ولا الجيوش الاعلاميه اللي بتحاول تعمل كيان لبيراميدز ان هو يهد النادي الاهلي، لان النادي الاهلي نادي كبير وطول عمره نادي كبير، ومجالس ادارته اللي بتتعاقب على مدار التاريخ كلها بتنفذ سياسه واحده ومبادئ واحده، ومفيش حد بيخرج عن النص ولا عن المبادئ دي، لان الهدف واضح، هو الحصد لكل بطولات اللي بتقام على او بيشارك فيها النادي الاهلي. وشكرا والى اللقاء.